بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. رسالة من الله، رسالة من الله يا من فتحت هذا المقطع وقلت آمين. اللهم ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين. اللهم حقق كل أمانيه. اللهم ارزقه رزقا واسعا من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجبر بخاطره يا الله. اللهم سخر له بركات السماوات والأرض، وسخر له يا رب ملكوت السماوات والأرض، وسخر له يا رب ملائكة السماوات والأرض. اللهم اقض دينه واعف عنه يا الله. اللهم اسعده في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة يا رب العالمين. اللهم اسعده سعادة يوسف وقت الحصاد هو وكل من قال آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقه فرح يعقوب وفرج يونس وصبر أيوب. اللهم سخر لكل من فتح هذا المقطع من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها. متابعينا الكرام، هي رسالة لك من الله سبحانه وتعالى. سينقلب حالك إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى كل ما تحبه وتريده. فقط أكمل أخي العزيز معي هذا المقطع، وانتظر الخير الكثير. فهي بشارة من الله عز وجل. لقد وضعها الله في طريقك كي تعلم أن الله يحبك، وانتظر البشارة من الله. لكن قبل ذلك عطروا التعليقات بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وأطلب من حضراتكم الإعجاب بالمقطع حتى يصل لغيرك ويستفيد ويعم الخير على الجميع، ويكون لك الأجر العظيم في مشاهدة غيرك هذا المقطع. وأيضا الاشتراك في القناة، فهو لا يكلفك أي شيء، ولكن يعني لنا الدعم الكبير. أما بعد، رسالة وبشارة لك من الله عز وجل لا بد أن تفهمها وتعرفها جيدا حتى يصل لك الخير الكبير. ولعل هذه الرسالة تكمن في 6 دعوات ستغير حالك من حال إلى حال. وأتمنى من الجميع فهم هذا الدعاء، لأن ما فيه هو بشارة من الله. وانتظر الفرج القريب. فقط سلم أمرك لله وردد وراي أخي الكريم. اللهم إني أسألك الهدى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. 6 دعوات أخي الحبيب، أختي العزيزة، تجمع لك الخير كله.
تمسك بحبل الله ولا تفقد الأمل، ودائما ردد في دعائك: اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. وأيضا هذا دعاء عظيم جدا 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 لكل من ردده وكل من آمن به وكل من تلاه: اللهم استودعك نفسي من ذل الحياة ومن ضجيج التفكير، عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر. اللهم لا تشغلني ولا تعلقني بشيء لم تكتبه لي، وقدر لي كل فرح لم أتوقعه. اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردا جميلا. اعلم أخي الحبيب، اعلمي أختي الحبيبة، أن فرج الله آت، وأن رزقك في السماء، وأن وعد الله آت، وأن رزقك لن يأخذه غيرك، فقد خذ بالأسباب. وأقصر شيء يوسع في الأرزاق خذوها قاعدة هو التصدق والصدقات، فأكثروا من الصدقات. ورددوا أيضا: أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، ورزقتني فلك الحمد، وعافيتني فلك الحمد. الحمد لله دائما وأبدا. أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، ورزقتني فلك الحمد، وعافيتني فلك الحمد. الحمد لله دائما وأبدا، وتبقى يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. شكرا على طيب المستمع، وشكرا لحضراتكم. في النهاية لا يسعني إلا شكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا. سلام من الله عليكم.